ما بدافعش عن حسين لبيب، بل بالعكس انا مختلف مع حسين لبيب في الكثير، انما اقول يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل ايه اذا كان هو مش قادر يوحد مجلس الاداره على قرار؟ مش قادر يعمل ايه؟ في حد بيجي يقعد له 5 دقايق ويقوم سايب مجلس الاداره وماشي، يعمل ايه؟ يعني قولوا لي يعمل ايه؟ ما هو الراجل برضه له طاقه عصبيه وطاقه وطاقه معنويه وطاقه فكر. مش قادر، ما بيتحملش وبيزيد عليه الضغط وبيعيا وبيروح مستشفى. والمعلوماتكم انا بقالي 2.5 شهر لا حديث بيني ما فيش حديث بيني وبين حسين لبيب. انا مش انما في الوقت نفسه انا عاوز اقول لك انه بيتحمل الكثير في ضوء ان في ناس في مجلس الاداره عاوزه تهده. انا بقولها بصراحه، وممكن اقول لك اسامي، بس انا في حل من هذا الكلام لانه ده بقى عيب. ده بقى عيب. حسام يجب ان تقف داعما لنادي الزمالك. ما احناش في الوقت اللي احنا هنقاضي فيه بعض القضايا في ناس اقسم بالله في خلال 10 ايام هيكون في ناس متحوله لنيابه الاموال العامه. اقسم بالله تاني ان في ناس، لان مش قضيه بتسيره بس، وقضايا اللعيبه اللي جت وسووها لنا ومش عارفين نستفيد منها. ما هو برضو يعني ما هو ده كلام برضو في لعيبه. انا مش عاوز اقول اسماء عشان انما يتبقى حاجه. هناك بارقه ضوء وبارقه بركه وبارقه طموح هنجده في اللعيبه الاشبال اللي موجوده. انا عاوز اقول لك حاجه، اللعيبه دي لازم تتغذى صح وتاكل صح وتاخد عروق وتتعامل لها عقود صح والكلام ده كله علشان نقدر نكسبهم. الكوره مشكلتها او لعيب الكوره مشكلته انه مدته قصيره في الملاعب، يعني مهما طالت، يعني بيلعب 20 سنه وبيبطل. هيعمل ايه؟ عاوز يكون نفسه. دايما المجهول شاغل دماغه. انا بعد كده هبقى ايه؟ انا بعد كده هعمل ايه؟ كل هذا الكلام وارد انت كلاعب كرة تعرفه كويس. انا بقى كمان. السلام عليكم. لما قلت لحضراتكم ان موضوع ايقافات القيد والفلوس اللي اندفعت والرخصة اللي طلعت دي هيظهر ليها فضايح كتير جدا في الموسم اللي جاي، قلت الكلام ده في وقت ما كانت ايقافات القيد بتندفع لفلوس والرخصة بتطلع غير رغبة الناس وعلى غير رغبة القانون وبطرق غير مشروعة. قلت لكم هيظهر فضايح كتير جدا مع بداية الموسم. الفضايح بدأت تظهر واحدة واحدة. اللعيب زي بزيرة عارف كويس هو وكيله ايه الوضع المالي في نادي الزمالك، عشان كده ما كانش هيخاطر ابدا ويجي نادي على شفا انه يتحول كله بالكامل للنيابة العامة، لان الموضوع فيه حاجات كتير جدا هتبان. حتى محمد شبانة لما اتكلم قبل كده وقال لك موضوع جن ادوار والعاصي ده هيبان فيه بلاوي سودا. دلوقتي الكلام كله بعيد عن النادي الاهلي اهو، عشان ما فيش واحد دماغه تعبانه، دماغه براسين من الجماهير او الاداريين او المسؤولين او الاعلاميين الزملكاويه اللي ما بيفهموش الا بالمؤخره يقول لك اصل الاهلي منهم فيهم اهو. واحد زي ممدوح عباس ده المفروض ان هو ملوش علاقه بالزمالك وبيقول عليه رئيس شرفي، لكن هو متحكم في كل الامور في نادي الزمالك لان هو اللي بيدفع. امال ايه؟ طالما هو اللي بيدفع هو اللي بيتحقق وبيصرف، من حقه يتحكم. بقول لك في ناس هتتحول للنيابه العامه. عارفين طبعا الموضوع بتاع السمسره اللي كانت بتحصل من ورا اللعيبه، الفلوس اللي اتجمعت بطريقه معينه واتصرفت في غير موضعها، ايه المديونيات اللي تم التغاضي عنها ومحدش دفعها، كل ده هينظر قدام النيابه العامه.
هل عندكم فكرة ان في لجنة تفتيش مالي واداري حاليا بامر من وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل شغالة في نادي الزمالك حاليا؟ والكلام اللي قاله ممدوح عباس ده بناء على المخالفات اللي وصلت لمسامعه من تفتيش الجهة المالية والادارية واللي لسه ما اعلنش عنها. يا جماعة الموضوع خطير جدا. لما كان مجلس إدارة الزمالك في نهاية الموسم الماضي كان عايز يستقيل، جوهر نبيل قال لهم لا، مفيش استقالة، انت مسؤول عن اشياء تكملها، ما تجيش تخلع وتهرب دلوقتي. الوضع المالي اللي حصل في الزمالك في الموسم اللي فات ده واللي قبليه مجلس الإدارة مسؤول عنه، لازم يتحاسب عليه. اللعيبة فلوسها جت منين واندفعت ازاي؟ مين اللي جاب اللعيب؟ مين الوسطاء اللي كانوا بيطلعوا في السمسارة من ورا العملات اللي بتطلع من ورا اللاعبين؟ كل ده لازم يدرس كويس ويتحقق فيه. وعضو مجلس الإدارة اللي بيطلع في القنوات التلفزيونية ليل نهار ومرة قاعد يبكي وقال انا ببكي على حال الزمالك، ده متورط توريطة كبيرة جدا في موضوع الأزمة المالية للزمالك وعقود السمسرة، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. الوحيد اللي مظلوم في الموضوع ده وما كانش ليه أي دور ولا ناقة له ولا جمل هو للأسف رئيس النادي حسين لبيب، الوحيد اللي هو ما كانش ليه أي رأي ولا أي دور. كل شيء كان بعيد عن حسين لبيب للأسف. رئيس شرفي هو حسين لبيب، إنما الرئيس المتحكم الفعلي هو طبعا ممدوح عباس. إنما اللي داروا نادي الزمالك بداية من جون إدوار وعضوين 3 في مجلس الإدارة، منهم واحد بيطلع على طول في القنوات التلفزيونية، دول مسؤولين عن كل المصايب اللي حصلت في نادي الزمالك. في ناس ما تعرفش ان عقد الزمالك عقد بزيرة في شرط جزائي، اللاعب متأكد من موقفه 100%، 100%. عشان كده اتحدى لو الزمالك طلع قال ان هو وقع جنيه واحد على بزيرة، جنيه واحد، استحالة. بزيرة موقفه قوي جدا جدا وبيطلع لهم على التيك توك وبيروحوا يتحايلوا عليه وارجع يا بزيرة وهم مش فاهمين حاجة. بزيرة خلاص مش هيرجع، بزيرة في طريقه انه يفعل عقده مع شباب اهل دبي وكلها اجراءات ادارية فقط، وهيرتدي قميص شباب اهل دبي. نادي الزمالك ومجلس الادارة الحالي عايز بس الموضوع يكون مبلوع شوية للجماهير، لانه عارف ان الجماهير مش هتسكت عليهم لو عرفت الفضايح. لكن يبدو ان ممدوح عباس اراد انه يكشف الفضيحة قبل ان تكشفها وزارة الشباب، فاعلن عن موضوع احالة الشخصيات دي للنيابة العامة. منهم شخصية كبيرة رياضية في مجلس ادارة الزمالك معروفة جدا وبتطلع كتير في البرامج التلفزيونية.